بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرون أخذنا في علوم القرآن أن القرآن نزل على قول جماهير أهل العلم كم نزول؟ نزولين. نزول كامل من أين إلى أين؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء. أحسنت. والنزول الثاني؟ من السماء بيت العزة إلى الأرض. أحسنت. مفرق، الأول كامل والثاني مفرق. الآن سنأخذ هذين النزولين بشيء من التفصيل، نفصل. الأول النزول الكامل الذي نزل من الله عز وجل أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا سنأخذ بعض المسائل التفصيلية في هذا النزول. الأول الكيفية، أو من هو الواسطة الذي نزل بالقرآن كاملا إلى السماء الدنيا. ما عندها نص، دائما الكيفية في القرآن والسنة إذا ما يوجد نص تفصيلي ما نعلم، الله أعلم. لهذا لما سئل الإمام مالك أن الله عز وجل استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن لم يخبرنا الله عز وجل. طيب، قال لا يوجد نص في هذا، لكن عندنا نصوص عامة أن الموكل بالوحي من؟ جبريل. فلا نقول لعل جبريل هو الذي نزل بالقرآن كاملا من الله عز وجل إلى السماء الدنيا، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، عن الوحي. طيب، مدة النزول، هذا النزول الكامل كم مدته؟ برفع اليد. كلكم يحفظ الدليل على هذا النزول. نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. مو مركز ويانا، يرد السؤال بالسؤال. نتكلم الآن عن النزول الكامل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. كم كانت المدة؟ لا، ما بك تقرأ، أبي من ذاكرتك. كلكم يحفظ الدليل. كنت تحفظون من غير تفكر. هي لا تحك راسك، ما راح تطلع الجواب. ايش رايك؟ إنا أنزلناه، كم الآية؟ يعني كم المدة؟ ليلة. ما تحفظون إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ عن ماذا؟ عن القرآن كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فالمدة هي ليلة القدر، وهي الليلة المباركة. أي ليلة؟ ليلة القدر. في أي شهر؟ شهر رمضان. طيب، هنا مسألة تفصيلية والله المستعان يعني نقرأها. قال: هل النزول جملة واحدة حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري، لكن اختلف أهل العلم لأن ما يوجد دليل على قولين. الأول قالوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار أبي شام المقدسي. والقول الثاني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار السيوطي. قالوا والصحيح، هذا حط عليه رقم 3، أن كلا الأمرين محتمل ولا يوجد نص. ما ندري، صحيح أنا ما ندري هل هذا النزول كامل القرآن قبل البعثة ولا بعد البعثة، ما عندنا نص على ذلك. طيب، ما الحكمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا استفدنا؟ ما الحكمة من هذا الفعل؟ هناك حكم كثيرة ذكر أهل العلم، وهذه الحكم استنباطية اجتهادية أشار إليها بعض أهل العلم. طيب، الحكمة الأولى أنه تعظيم لشأن القرآن وتفخيم أمره. كيف في تعظيم؟ كل الكتب السماوية السابقة، التوراة، الإنجيل، ما نزلت إلا مرة واحدة فيما نعلم على النبي مباشرة، ما لها نزولان. فلما يخص القرآن بنزولين هذا دليل على أن له مزية على غيره من الكتب. الحكمة الثانية تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الاستدلال؟ أين التعظيم بالموضوع؟ نفس المزية التي ذكرت عن القرآن. ما هي؟ برفع اليد. ما فهد؟ ليلة القدر هي يوم عظيم. لا، الآن ما أقول ليلة القدر، أقول تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون من الحكم في إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن فيه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما جزء؟ ليه ما جزء؟ أحسنت. كيف أبينت منزلته لما نزل القرآن مرتين؟ لأنه خص بهذا النزولين. الأنبياء السابقين لم ينزل عليهم إلا مرة واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بنزولين، فهذه الخصوصية يكون لها ميزة. أعطيكم مثال يتضح المقام. أنتم الآن كلكم الطلبة وين يجلسون؟ على الكراسي هنا، والدكتور وين يجلس؟ هنا. لو قلت يا جماعة من المحاضرة القادمة فلان يجلس بجانبي، خصصته بمقام في الجلوس من سائر الطلبة، هذا يقتضي التشريف ولا لا؟
طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خص بنزولين هذا يقتضي تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. لما خص القرآن بنزولين يقتضي تشريف القرآن وبيان منزلته. كذلك بنفس وجه الاستدلال تكريم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة الثالثة، لأنها خصت في نزول كتابها بنزولين. هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الرابعة قال حتى يعلم أهل السماوات أن الله عز وجل بكل شيء عليم. من يشرح لي هذه شلون؟ أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا حتى يخبر أهل السماوات أن الله بكل شيء عليم. كيف؟ ها فهد. أن هذا آخر كتاب للدين، وأن إعلام يعني للغيب للملائكة، أن آخر النبي هو الخاتم، وأن هذا آخر دين. طيب ها تفضل. يعني سماء الدنيا منجم كاملة ولا منجم؟ كامل. أيوه. ثم يعني كل ما يحدث خبر حادثة في الدنيا يأخذ من أحسنت. لعلك تقصد أن القرآن فيه كل الحوادث التي ستحدث، فيه تعليق على غزوة بدر وإلى أن لم تحدث، وفيه تعليق على موت من مات، وعلى الأحداث التي حدثت لمدة البعثة النبوية، تعليق عليها قبل أن تحدث. فهذا فيه أن الملائكة، أن الله عز وجل ولنا نحن أن الله عز وجل يعلم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. ويقول أهل العلم أقسام المعلومات التي يعلمها الله عز وجل أربع أشياء الله عز وجل يعلمها، كل قسم ملايين الأمثلة فيه. الله عز وجل يعلم بالماضي كله، هذا القسم الأول. القسم الثاني يعلم بالحاضر كله. الثالث يعلم بالمستقبل كله. في قسم رابع من يعرفه برفع اليد؟ الآن بقى شيء، الماضي والحاضر والمستقبل. الله عز وجل يعلم ذلك جل وعلا بجميع التفاصيل، جميع التفاصيل، الكليات والجزئيات. طيب الآن إذا قلنا ماضي وحاضر ومستقبل، يقول أهل العلم يوجد أيضا قسم رابع الله عز وجل يعلم. النوايا حاضرة، أو نيتك السابقة أو نيتك المستقبلية. إيه لكن موجودة، أما ما تخرج من ماضي أو حاضر أو مستقبل. الغيب ماضي أو مستقبل أو غيب الآن حاضر. ها خالد. ما في الصدور حاضر، أنت الحين اللي بقلبك موجود حاضر بالنسبة لله عز وجل، أو ماضي أو قول. الذي إذا حدث ماذا سيحدث؟ الشيء الذي إذا كان ماذا سيكون؟ لحظة يعني لو من افهمه شلون؟ هذا فلسفة. عندنا واحد فيلسوف ما شاء الله. لحظة شوي بس، احنا سمعناك. انا ادري اني فاهمك، بس خلنا ندخل الشباب بالجو. هو الحين كأنه فلسفة. الذي اذا حدث هو حادث، والمحدوث هو الحادث، وكان يكون. ايش يعني؟ من فهم كلامه؟ قول. مثل واحد دعم واحد والاشياء سبحان الله، يمكن هذا الله يدري ان هذا راح نفسه. طيب هذا مستقبل. إذا لحظة واحد ناقشكم واحدة. هو يقول إذا حدث حادث الله عز وجل يعلم من يموت، هذا الحادث إيش؟ مستقبل. هو يمكن قصده يصير. لا مو قصده كذا. إذا حدث أو لم يحدث في الحالتين هذول شنو يصير؟ هذه هي، وهي عبارته هي خطأ أصلا، بس إحنا مشيناها. لا لكن أنا أدري شو اللي يقصد. أهل العلم يقول أهل العلم الله عز وجل يعلم ما كان ماضي، وما هو كائن، وما سيكون، الآن ماضي وحاضر ومستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما لم يكن لو كان كيف يكون، الأمور التي ما حدثت لو حدثت كيف ستحدث الله عز وجل يعلمها. أعطيكم مثال. أنت الآن برأس واحد وعندك إيدين ورجلين، لو عندك 4 رؤوس و6 أيادي و5 أرجل، كيف ستكون سرعتك؟ وسترد علينا بالرأس اليمين ولا اليسار؟ أمور ما حدثت. لو حدثت الله سبحانه وتعالى يعلمها. ما الدليل على هذا القسم؟ قال الله عز وجل عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هل خرجوا هم؟ ما خرجوا، فأخبر بشيء لم يكن. لو كان ماذا سيكون؟ أنهم ما زادوكم إلا خبالة، سيعطونكم أخبار سلبية وسيحبطونكم ويعطونكم كلام سلبي، مثل البعض الآن يفعل هكذا.
يفت بعضد المسلمين. هذا فعل المنافقين. أيضا قال الله عز وجل عن أهل النار، أهل النار يوم القيامة يقولون لله عز وجل أرجعنا إلى الدنيا، خلاص راح نوحد وراح نصلي وراح نصوم، خلاص أمورنا تمام يا خالد، رب ارجعون. قال الله عز وجل ولو عادوا، ولو ايش قال الله عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عن الكفار لو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل أخبرنا بشيء لم يكن أو لن يكون، أن أهل النار بعد ما يحكم عليهم أنهم النار سيردون إلى الدنيا، لو ردوا ماذا سيفعلون؟ فسبحانه وتعالى يعلم بكل شيء. طيب هذه الحكمة الرابعة، وتقرؤون الباقي سهلة. طيب هذه 4 حكم. هذا ما يتعلق بالنزول الكامل. النزول الأول قلنا القرآن له نزولان، نزول كامل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أخذنا تفاصيله. النزول الثاني نزول مفرق منجم على النبي صلى الله عليه وسلم على مدة البعثة، كما قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا النزول المفرق له مسائل تفصيلية. المسألة الأولى من الكيفية أو من هو الواسط الذي ينزل بالوحي؟ كلكم تعرفونه، جبريل عليه السلام. تحفظ قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس من؟ جبريل. فهذه هي الكيفية. هذا الآن عندنا دليل أن الله أخبر عن نزول المفرق من هو، مو مثل النزول الكامل، قلنا نصوص عامة. طيب المسألة الثانية التفصيلية، قال مدة النزول، كم نزل القرآن، كم مدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم على أقوال لكن متقاربة. القول الأول أنه 20 عاما، 10 سنين في مكة و10 سنين في المدينة. القول الثاني اللي تعرفونه ما هو؟ كم سنة؟ 23 سنة مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. هذا قول الجمهور وهو القول الصحيح، ولا تعارض بين هذا القول ومن قال 20 سنة. لماذا؟ من قال 20 سنة لعله أراد من باب التقريب. نقول لك كم الساعة الحين؟ شوف الساعة كم الساعة؟ تقريبا 4 18 دقيقة، وقال 4 ربع، والأخ مرة واحدة حذف الربع ساعة قال 4، كأننا تونا بادين المحاضرة. شوفوا الحين كلنا ترى قريب من بعض، كلنا. لماذا؟ من باب التقريب. من قال 18 يعني يقصد بالضبط، اللي قال ربع يعني قريب منها، اللي قال 4 عاد الله أعلم، ما أدري شلون، لا تخريجه عند أهل العلم ولا ما عنده، ما أدري، خوفك يقول لي 3 بعد. لا طيب، فالمهم أن من باب التقريب تجبر الكسر أو تلغي الكسر. أو كم عندك في مخباك فلوس؟ يقول لي عندي 10 دنانير. يقول طلع خل أشوف، ولا تطلع لي 9 دنانير وربع. يقول ليش تقول 10 دنانير؟ ليش تكذب؟ يقول لا يا دكتور ما كذبت، هذا من باب التقريب. ولا أقول لك كم عندك رصيدك في البنك؟ وانت عندك مثلا 999,000. طبعا من باب يعني تخيل وتحلم، يعني أحلام عادي بلاش. عندك 999,000 تقول عندي 1,000,000 دينار في البنك، هل تكون كاذب ولا لا؟ إذا كان عندك افتراضا 999,000 من باب التقريب هكذا. أو يعني هذا التخريج الأول من قال 20 سنة، أو من باب إلغاء المدة التي فتر فيها الوحي. تذكرون 6 أشهر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة، تذكرون أخذناها. بعدين نزل جبريل بإقرأ باسم ربك الذي، ثم فتر الوحي. هذا الفتور بعض أهل العلم يقول 2.5 مع 6 أشهر 3 سنوات. فلعل من قال 10 سنوات في مكة حذف هذه 6 أشهر مالت الرؤيا، و2.5 الفتور الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غار حراء، والله أعلم. وهناك وجوه أخرى تقرؤونها. طيب كم مقدار ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفقنا 23 سنة ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. كم ينزل؟ هذه لها تفاصيل. كم آية؟ كم جزء؟ كم سورة؟ عرفت؟ هذه هي المسألة، مقدار ما ينزل من القرآن المفرق. عندنا تفاصيل فيها ولها أقسام. القسم الأول ينزل بعض آية، ما تنزل آية كاملة، تنزل بعض آية، شيء يعني كلمات من ضمن آية معينة. نعطي مثال في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت أول ما نزلت هكذا، لا يوجد من الفجر.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. هذه من الفجر ما نزل. فكان رجال، انظر ماذا فعل الصحابة الآن في رمضان، كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب بعض الصحابة ماذا فهم خيط الأبيض والخيط الأسود؟ انظر ماذا فعل. قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر. ليس المقصود الخيط الحسي، مقصود المعنى عن الفجر وعن الشفق. طيب فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. حتى واحد من الصحابة حط خيطين تحت مخدته وهو نايم وقام يأكل ويشرب، وقاعد يأكل ويشرب، يطلع الفجر ما يبين الخيط الأبيض والأسود. نام في البر حط لك خيط أبيض وأسود ما يبين. متى يبين؟ لما ما بقى شيء وتشرق الشمس. فالرسول عليه السلام ما قال له ضحك أو ابتسم عليه الصلاة والسلام. طيب فإذا نزل هنا بعض آية وهي من الفجر. مثال آخر، وهنا هذا المثال أريد تركزون معي لأن فيه بعض الأمور ملاحظات تصححونها لأن فيه أخطاء هنا في الكتاب. قال عن البراء، مثال آخر عن البراء بن عازب، مثال الثاني رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون. أول شيء خليني أشرح لكم إياه وبعدين أقول لكم شنو الخطأ. نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أول ما نزل. لا يستوي اللي قاعد والمجاهد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طيب ابن أم مكتوم مريض أعمى لا يستطيع أن يجاهد فيقعد، فقال يا رسول الله أنا ضرير، يعني ماذا لا أعذر؟ أنا عندي عذر. الله عز وجل قال لا يستوي اللي جاهد واللي قاعد. طيب الآن بهذا حتى المعذور لا يستوي مع المجاهد. فابن أم مكتوم قال أنا ضرير، فالله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك غير أولي الضرر، فصارت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، أما أولي الضرر هؤلاء مستثنون. واضح؟ الآن فهمتوا؟ شوفوا الآن الرواية فيها أخطاء نصححها. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هنا لما زادوا غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هذه حط عليها دائرة واكتب غير موجودة في الرواية. هذه غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، حط عليها دائرة وقل اكتب غير موجودة في الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا، حط على زيدا دائرة واكتب في رواية البخاري فلانا، حط على زيدا. هاك قلم يا شيخ، جاي معركة من غير سلاح. زيدا ضع عليها دائرة واكتب في رواية البخاري فلانا، ما سمي، هم ذكروا رواية البخاري. قال فجاءه يعني زيد، لكن لابد أن نذكر كما ذكر صاحب البخاري. قال فجاءه ومعه الدواء واللوح أو الكتف. يعني الآن زيد أتى حتى يكتب هذه الآية. ما هي الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال اكتب، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد يقول لزيد اكتب، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ماذا عندكم؟ غير أولي الضرر، حط عليها دائرة وقول هذه غير موجودة في الرواية. غير أولي الضرر حط عليها دائرة واكتب غير موجودة في الرواية. فهي بالرواية ما هي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، مباشرة، ما يوجد هذا الاستثناء غير أولي الضرر. قال البراء بن عازب في أحد يسأل؟ يا أخي لا تتكلم، عندك شيء كلمني أنا. نعم تفضل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لا انظر لحظة، غير أولي الضرر الآن ضع عليها دائرة وقول غير موجودة في الرواية.
يعني لو تفتح البخاري هكذا، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر، هذه زائدة كتبوها أن هذا كذا يعني موجود في يعني على خطأ من الطباع. قال وخلف النبي، وخلف هنا مو وخلف، اكتب خلف شكلها، حط على الخاء فتحة واللام سكون والفاء فتحة. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير. يعني الآن نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، طيب أنا ضرير ما عندي عذر. قال فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها مكان الآية الأولى الآية بكاملها كما عندنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. واضح؟ حتى نفهم الرواية لابد من حذف ما قلت لكم يعني أن هذا غير موجود في الرواية. ثم حطوا هم حاشية رقم 2، حطوا على رقم 2 متفق عليه أخرجه البخاري برقم كم؟ يا ركزوا يا أخواني، الحاشية رقم 2 متفق كم؟ 4018. طيب هذا اكتب على الرقم هذا الرقم ليس صحيحا، لأن هذا الرقم ليس فيه الحديث المذكور. هذا الحديث المذكور برقم 4595. تريد الرقم الصحيح في صحيح البخاري 4595. دكتور هذا 110 ها؟ وين 110؟ لا الحاشية رقم 2، حاشية رقم 2 اي 4318، هذا الرقم خطأ، الرقم الصحيح 4595. هاي معلومات إضافية لكم يعني، لأن هذا الحديث هو في كتاب الجهاد والسير مذكور برقم 2831 و2832، وفي كتاب التفسير ذكر ب4 أحاديث من 4592 إلى 4595، والحديث المذكور 4595 في باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. طيب حتى الحديث الثالث يعني من باب الفائدة هذا يعني لكم أنتم. قال وفي رواية عن زيد بن ثابت قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لا أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. هم ذكروا حاشية رقم 3 أخرجه البخاري برقم كم؟ أي اكتب هذا غير صحيح، والصحيح برقم 2832 2832 أو 4592 يعني ذكر في الحديثين كرر مرتين. المهم هذه معلومات تفصيلية. طيب المهم أن هذا نفهم أن مقدار ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض آية مثل غير أولي الضرر ومثل من الفجر. طيب أيضا القسم الثاني قد تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية كاملة. القسم الثالث 5 آيات أو أقل منها شوي أو أكثر منها شوي، لكن 5 آيات دائما ما تنزل أو كثيرا ما تنزل 5 آيات للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل عن أبي سعيد الخدري كان يعلم التابعين أنه يقول التابع عن أبي نضرة كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. هذا أبو سعيد يخبر. وكذلك عمر قال رضي الله عنه قال تعلموا القرآن 5 5 فإن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. وورد عن علي رضي الله عنه وعن عكرمة وغيرهم من السلف. فإذا كثير ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات 5 آيات. هذا القسم الثالث، بعض آية كاملة. الثالث 5 آيات. الرابعة 10 آيات، قد ينزل 10 آيات أو أقل منها كثير قليلا أو أكثر منها قليلا. مثال على ذلك في قصة الإفك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في براءة عائشة رضي الله عنها 10 آيات. وأيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب أنهم كانوا يقترؤون
يأخذون القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال فعلمنا العلم والعمل كما أخرجه أحمد. القسم الخامس قصار السور، تنزل سورة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قصيرة، مثل سورة العلق، أو لا عفوا ما نزل قصار السور سورة كاملة مثل الفاتحة أو الفلق، قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، هذه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. وقد يكون من قصار السورة ينزل بعضها ولا تنزل كاملة، مثل إيش؟ أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ذكرت كاملة ولا 5 آيات؟ 5 آيات، معنى سورة العلق قصيرة. وكذلك المدثر نزل بعضها، وكذلك الضحى. القسم السادس والأخير المذكور هنا طوال السور، 7 الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، هل نزلت جملة واحدة ولا مفرقة؟ كل 7 الطوال نزلت مفرقة، لم تنزل جملة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سورة الأنعام نزلت جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. سورة الأنعام سبحان الله نزلت كم وجه سورة الأنعام؟ تقريبا 28 وجه، أكثر من جزء، نزلت مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني فيه تفاصيل في مسألة التخريج، هم ذكروا انظر رقم 3، قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى آخره. قالوا وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، قاله ابن حجر. هذه فائدة يعني زيادة إضافية لكم، مو شرط تكتبونها، اللي يبي الفائدة الزايدة يكتب. هنا قالوا في ضعيف، لكن تستطيع أن تكتب لكن هذا الأثر بنزول سورة الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة له شواهد، يعني له روايات تعضد هذا الأثر الذي فيه ضعف أو فيه راوي متكلم فيه. وصحح هذا الأثر أحمد شاكر في عمدة التفسير، وقواه السيوطي في الإتقان، وأيضا محقق ابن كثير أستاذ الدكتور حكمة بشير قال له شواهد. وأيضا يوجد بحث في ملتقى أهل التفسير ذكر الروايات وقال يقوي بعضها بعضا. والدكتور خالد السبت في تعليقه على سورة الأنعام قال فجاءت روايات كثيرة جدا عن جماعة من الصحابة تدل بأن هذه السورة نزلت جملة واحدة، فيوجد آثار كثيرة تثبت هذا، فهذا ثابت إن شاء الله. ويشد هذه الروايات تشد بعضها بعضا أن سورة الأنعام نزلت كاملة. لم يتفرد علي بن جدعان في هذا الأثر حتى نقول أنه ضعيف، ولا يثبت أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة عندنا، ما الحكمة من نزول القرآن منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على فترات مدة كم قلنا 23 سنة؟ ما الحكمة؟ حكم كثيرة، سنأخذ الحكمة الأولى اليوم وسنترك الحكم الثانية، ولا نأخذ الحكمة الأولى. حكمة الأولى من نزول القرآن مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل في بيان الحكمة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزول القرآن مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت القلب. طيب ما معنى التثبيت؟ التسلية، التعزية، التخفيف، التصبير، وغيرها من المعاني التي بنفس المعنى. يثبت القلب أحيانا مع المصائب، مع الابتلاءات، مع كذا، القلب يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل. أنت تعرف أن أجر مثلا الابتلاء أو أجر فقد الوالد أو الوالدة عافانا الله وإياكم أو الحبيب، لكن يأتيك أحد يعطيك آيات وحديث أنت تعرفها، لماذا؟ حتى يثبت قلبك، يسليك. فإذا القرآن نزل مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعرض لمحن، تعرض لابتلاءات، تعرض لمصائب كثيرة. الله سبحانه وتعالى ثبت قلبه
بالقرآن، خاصة في الفترة المكية. فكان الابتلاء، وحتى الفترة المدنية، من يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ابتلاء إلى ابتلاء. حتى عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أشد ما لاقيت من قومك؟ من يعرف منكم هذا الحديث؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألته عائشة: أنا لو أسألك ما هو أعظم شيء أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنه ادعوا عليه في مثلا بالإفك، أو مثلا أنه فارق مكة، ولا مثلا أنه طرد وما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار، وعبد المطلب كان رئيس مكة، ولا لما طلقت بناته، ولا لما فقد أولاده جميعا في حياته إلا فاطمة؟ أحزن يوم مر عليه عليه الصلاة والسلام يوم طلع من الطائف. أحسنت. إيش دراك؟ إيش دراك؟ كيف تعرف؟ لأنه هو قال. أحسنت، هذا الحديث نفسه. طيب اللي يسألكم عن الدليل ترى ما يشكك بمصداقيتك، بس إننا نبي نعرف يعني. طيب هذا الحديث نفسه لما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أشد ما لقيت من قومك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت يا عائشة من قومك ما لقيت. إيش أقول وإيش أخلي؟ لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشده علي. وذكر قصة الطائف لما راح واستهزأوا فيه، وبعدين طرد من الطائف، وأغري به النساء الصبيان والسفهاء، ورمي بالحجارة، وأتاه ملك الجبال، القصة المعروفة. هذا من أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن كان يثبت قلبه صلى الله عليه وسلم. شوف، قال الله عز وجل أقسم على مسألة الابتلاءات، قال: والليل وما وسق وما جمع، والقمر إذا اتسق. اكتمل الله عز وجل يقسم. إذا أقسم الله عز وجل اعرف أن ما سيأتي عظيم. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. كم لو؟ لتركبن طبقا عن طبق. غنى، فقر، صحة، مرض، ارتفاع، انخفاض، عزة، إذلال. الله عز وجل أقسم، كأن أنا أقول لك أقسم بالله أن هذه الدنيا لابد أن تتقلب فيها من طبق إلى طبق، من طبق إلى طبق. هذا يدرس حياة البشر وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا. يوم أنت سعيد، بكرة يجيك يشوفك مدمع، الآن مدمع وتعبان، بعدين قاعد تفرح، وهكذا الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الذي لا يفهم سنن الله عز وجل مذكورة في القرآن والسنة يظنك هناك حزن مستمر أو متعة مستمرة. طيب هناك صور لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتى القرآن بطريقة واحدة لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من الصور أن الله عز وجل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث للأنبياء السابقين، كما قال الله عز وجل: الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. هذه كلمة إجماع، لما ادعى الوحي قالوا عنه كاذب. يا الله، أنت تعلم إذا كنت صادق، إذا كنت صادقا، من أعظم الأشياء أن تتهم بصدقك وبأمانتك. أنت تموت ولا تقول كلمة كذب، ثم واحد يقول أنت معروف كذاب، هذه شديدة. لهذا من شدتها الله عز وجل سل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وذكر آيات أخرى، انظر 6 آيات ذكروها أيضا من صور التكذيب. أنت إذا عرفت الابتلاء اللي يصير لك صار حق اللي قبلك يخف عليك. واحد يجيك تقول أنا فيني كذا، يقول أنا فيني، الوالد فيه، أو فلان فيه، يخف عليك. دائما المصيبة إذا تشاركتها مع غيرك تخف، سبحان الله. والسعادة إذا شاركتها مع غيرك ترتفع. أيضا من صور التثبيت أن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تكون عندك ضغط وعندك تعب وعندك كذا، يأتيك واحد يقول لك اصبر، اصبر، احبس نفسك واستمر على ما أنت عليه. لا يأتيك أي ابتلاء، أي تعب، أي كذا تترك الموضوع تقول خلاص ما قدرت. لا يا أخي، يحتاج صبر. هذه الدنيا لابد أن تصبر. الآن مع كثرة النعم، خاصة في هذا البلد المبارك، مع كثرة النعم والتكنولوجيا وكل شيء يأتيك بسهل، الصبر صار ما له قيمة. كل شيء تبيه بسرعة، وإذا ما صار بسرعة تزعل حضرتك. واحد قال لك لا ما يصير كذا، قطعته.
دكتور قال لك غياب ولا حرمان، قلت خلاص ماني دارس بطلع من الجامعة. رحت وظيفة نزلوا عليك خصم يوم يومين، قول عزة وما عزة ما قدمت استقالتك. لا يا أخي، الدنيا تحتاج صبر. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طيب ماذا أفعل؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لابد من التواصي بالصبر. ترى أحدا من إخوانك فيه شيء تذهب إليه تقول أصبر ما عليه، أنا فيني، أنا فعلوني، أنا ظلموني، أنا اصبر، صبر. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لابد أن نصبر بعض. مو يأتيك واحدة من قريباتك زوجي فيه ما فيه طلب الطلاق وفكينا منه، هذا مو رجال. لا يا أخي، مرها بالصبر. إذا أتاك صاحبك وقال لك زوجتي فيها ما فيها، قل له اصبر، هذه الدنيا، اصبر. تواصوا بالصبر. الثالث من صورة تثبيت القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحزن. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم. وقال الله عز وجل: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال: فلا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم، إلى آخره. هذه صور لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن. طيب أنا أقول لك، أنت إذا حزنت وقال لك واحد لا تحزن، بيدك أنك ما تحزن؟ شلون؟ طيب أحيانا يجي لك يقول زعلان، أنا طلبة فعلوا فيني كذا، أو أنا زعلان نزل فيني مرض، تقول لي لا تزعل، يقول لك أنا بكيفي، يلا ودي ما أزعل، شو أسوي؟ يعني أشرب ماء ويروح عني الزعل؟ كيف؟ الله عز وجل يأمرنا بعدم الحزن. هل الحزن بيدنا؟ الصبر واحتساب الأجر. فاهم، لكن كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، أوصني يا رسول لا تغضب. هل أنت إذا غضبت هذا بيدك؟ عندك دقمة إذا ما غضبت تطقها تصير مو غضبان. هل هو بإرادتك؟ طيب ما عندنا يعني وقت الآن، خاصة البعض يزعل إذا خلينا دقيقة. النهي عن الشيء إذا ظننته في الشريعة ليس بمقدورك هو نهي عن أسبابه وعن آثاره. النهي إذا ورد في القرآن والسنة وظننته أنه في غير مقدورك هو نهي عن الأسباب وعن النتائج. يعني لا تفعل الأسباب التي تحزنك ولا تفعل النتائج بعد هذا الحزن. كذلك الغضب، لا تفعل الأمور التي تغضبك تتسبب في غضبك، أو لا تسترسل مع الغضب وتفعل النتائج من قتل، من سب، من كذا على هذا الغضب. طيب، وأيضا من صور نأخذها بإجمال تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره الله عز وجل أنه سيحميه، قال: والله يعصمك من الناس، يعني لن تنال بأذى. وكذلك من صور تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعده الله عز وجل بالنصر والتمكين. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إلى آخره، إنا فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذا بث روح الأمل والتفاؤل وأن الله عز وجل سينصرنا، يخفف من الكدر والحزن والابتلاء ويبعث على ثبات القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.